تمشي كرة ممتازة خطيرة بالراس هي والهدف الأول وهنا لا تلغى الفرصة والثاني الثالث بتاع فرجاني ولا كرة من بن رمضان يعمل كرة الباص والهدف الثالث والحارس والجول الهدف الثالث للنصور عاشور الدولي. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكون بخير. مبروك المنتخب الوطني التونسي اللي هو سحق اليوم منتخب اوغندا. تعرف شنو كلاولو القلب نتاعو؟ باه انا المره هذه في الفيديو هذا باش نحكي بالطبيعه على الاعلام التونسي، وخاصه الاعلام اللي مركز على الملاعبيه اللي ينشطوا بالطبيعه في اوروبا. وكما قلت لكم القناه هذه راني انا ندافع فقط على الملاعبيه. باه خلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول وكيفاش فهمتني كيفاش الناس شنو حكات علينا، وبالطبيعه اخر اخبار الملاعبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي. خلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول. ما تنساوش يا شباب تشتركوا في صفحه تاع لولو كوره نحكي فيها كل شيء. باه خلينا نشوفوا الخبر الاول. التونسي حاتم طرابلسي ايش قال على تيرانات المغرب؟ برجوليه كلمه الحق لازم تقال. ساقف احتراما وتحيه لدوله المغرب الحبيبه، والله لازم نفتخر بالمغرب. معناها صبت الشتاء والشتاء راهي شدت بالساعات وهي تصب وكذا، ولا تسبب يعني في غرق الملعب ولا قطره بقيت في الملعب. تحيه لمن عمل واتقن عمله. سمعتوا يا توانسه؟ مانيش ننبر على تونس، راهو مادامكش بجي راهو وطني اكثر مني، راهو انا عايش في الغربه ومتغرب، وراهو تونس حطها في عيني. اما زاد اخويا وقت اللي فهمتي تخدموا خدمه خدموها على قاعده، الله يرحم والديكم. رات هاكا باش يريقلوه والمنزه باش يريقلوه. كي تصب الشتاء ما يبداش فهمتي، يبدا بلايص فهمتي. التيران صحيح، التيران الباهي، التيران اللي مخدوم خدمه مزيانه. وقت اللي يشرب بالماء فهمتي، ما يقعدش قلت الجماعه يلعبوا كانهم لا فما لا شتاء لا حتى شيء. الشتاء اللي تعب فهمتي تمشي وين تمشي فهمتي، تمتص الارض هذيك خاطر خدمه مخدومه به. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. المعلق التونسي عصام الشوالي: احضروا لنا السنغال، احضروا لنا الجزائر، احضروا لنا المغرب، احضروا لنا مصر، النسور لا ترحم. خويا شوالي مثال راهو نعرف عندك الحق فهمتي، تتفاعل وكذا وكل شيء فهمتني. اما خويا فهمتي تصريحات كيما هكا خويا تنجم فهمتني تزنا ورا الشمس. خلينا خويا فهمتي راكزين وكذا فهمتي. بالنسبه لعلي العابدي برجوليه ما كانش في نهار، وفهمتني على الاقل علي العابدي وحتى كي يبدا ماهوش في نهار وكذا ما عملش اخطاء كارثيه فهمتني. ما تسبناش مثلا في بونتو غير فهمتني فما جوار دخل فهمتني قال لك عمل المستحيل باش اوغندا باش ترجع في السكور. يا اخي يلا غالب ما حلفوش الحظ، وهاني جايكم باش نحكيو عليه. حسب رايكم شنو احسن تشكيله وخطه ينجم يلعب بها المنتخب في مقابله اختنا من اوغندا تو في مقابله نيجيريا؟ زعما التشكيله اللي نجم يهبط بها سامي طرابلسي. اكتبوا لي في التعليقات هذه ولا هذه، تشكيله هذه ولا هذه. بالنسبه لنيجيريا نحكي مش على اوغندا. ها قدامكم فهمتني. خلينا نفتحوها الاثنين. ايوا هاي التشكيله الاولى فهمتني، وهذه التشكيله الثانيه. شنو الفرق بيناتهم؟ هو الفرق بيناتهم فهمتني 1 2 3 4 5 حسيلو في الديفونس. هذه نورمالمون هذه احسن تشكيله يهبط بها مع نيجيريا. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي هذه ترتيب المنتخب الوطني التونسي. ايوا من قبل فهمتني ديما فهمتني ماتش الاول نبداو فهمتني لهنا وين 3 نقاط تلقاها صفر، تلقانا يا بلاصه تنزانيا ولا اوغندا. الحمد لله انا في الاولى فهمتني وشفتوا فارق الاهداف كيفاش العقبه نتاعو كيفاش. ماركينا 3 بونتوات وقبلنا بونتو. نيجيريا ماركات 2 بونتوات وقبلت بونتو. شكون المرتبه الاولى؟ تونس 3 نقاط. يا سيدي العاشوري انتم عارفين اسمه البرهومي، اسمه هو هذاك اسمه هو برهومي حسن المحلل هذاك فهمتني. والله انا واحد من الناس نحترمه ونقدره ويعجبني كيفاش يحل وكذا. ما خويا زاد فهمتي تدخل ركبه زاد فهمتي تنزل على العاشوري فهمتي سافابا وكذا وما عندوش بلاصه وكذا وضعيف فنيا ودرا شنو وكل شيء هكا فهمتي. ماركالك 2 بونتوات سافا هكا الياس العاشوري ماركالك 2 بونتوات وحط صوابعه في اذنيه قال لك راني ما نسمعكش نطفيه كان نبعثك تشيط سافا هكا. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ترتيب مجموعة نسور قرطاج. ايوا هايك تونس فهمتي المرتبة الأولى ب3 نقاط بفارق الأهداف. كان جات نيجيريا هي ربحت 3-1 واحد ربحنا 2-1، راهي تونس لهنا ونيجيريا لهنا. شفتوا فارق الأهداف شنو يعمل؟ فهمت يا تقاه ولا ما فهمتش؟ الواحد هذاك عليه والله غاظني برجوليه كبونتو اللي ماركات فهمتي اوغندا والله غاظني. برا ميساج نحمدوا ربي.
يا سيدي المنتخب التونسي اقوى المرشحين رفقه السنغال للتتويج بكاس افريقيا بالمغرب. مالا بعد ما شافوا الاداء نتاعهم المره هذه برشلونه. اسمعوا الاداء نتاعنا وشفتوا قوه الاداء نتاعنا وعلي العابدي مش في نهاره. تصوروا كان جاي علي العابدي في نهاره مع شنو باش يعمل؟ راهي 5 شيء 6 شيء. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي جاء المنتخب في سن 18 سنه واليوم اشتد عوده واصبح ركيزه اساسيه وقائد فوق ارضيه الميدان. حنا بعد ربي بقى عليك ستر، خمسه وخميس عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السيد هذا حنا بعد المجبري وقت اللي الجوارات هكا يحسوا بركوا كذا. اي الاولاد اي فيقوا ايش بيكم بركتوا الناس كلها قوموا فهمتي يفيقها ويمشيها اللعبه فهمتي. وكل باسيت اللي يعطي فيهم وكل باسيت شو اسمه قال عصام شوال الباسيت يا معلم. ذهب ديامونت يعطي فيه. ايش تحب انت كيلو ذهب الراف هاو بيشربي له فهمتي كيلو ذهب باسيت يعدي فيهم يا ولدي. تحكي لي حتى حكايه معلم. جوار هذا راهو مش من فراغ، راهو حتى هو اغلى واحد عندنا في المنتخب التونسي. القيمه التسويقيه نتاعو تو واصله يمكن 17 مليون، بعد كان تصور توصل ل 20 25. تشوفوا تقولوا كلامي صحيح. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. الصوره ذي يا شباب، الصوره هذه دارت العالم الكل. المنتخب الوطني التونسي بالعبيل كلها هاك شدوا فهمتني شتات تصب على وليدات صغار ساعه قبل كل شيء. علاش المنظمين تاع المغرب علاش وليدات صغار تصب عليهم الشتاء هكاك؟ ما تخافوش لا يمرضوا. اقسم بالله العظيم كي جا ودي انا منهبط التيران فهمتني فرقعكم كل على بعضكم هكاك شتاء تصب عليه. اخش عملوا جوالات التوانسه نحاو كبابتهم كل فهمتني. هاو كما تشوفوا فرجاني ساسي يغطي فيه على الشتاء وكذا. عيب والله عيب والله. خويا حلوه منكم مبادره باهيه من الجوارات. الكاف يختار صوره اللاعب فرجاني ساسي وهو يغطي راس احد الاطفال المرافقين الى ارضيه الملعب بشعار وعلم تونس حتى لا يتبلل من المطر كافضل صوره في مباريات اليوم من كاس افريقيا. التصويره ذي بتقول قلت لك العالم الكل هاي حلوه منك فرجاني. عندك ضربات برسوليه قدام الاعلام متاع معلميه متاع بروفيسيونيل باهي حلوه منك. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعد. ايوه هاي سيدي قال لك عمل المستحيل باش اوغندا ترجع في الطرح لكن المستحيل لم يكن كافي. شو انا كان باش نهاجمك باش يجيوني ناس في التعليقات باش يبداو يسبوا فيا وكذا ودرا شنو فهمتني. راهو نقول لكم حاجه، الناس اللي مشتركين جدد في القناه هذيا راني ما نحب حتى جمعيه. اوكي باش نكونوا واضحين ما نحب حتى جمعيه. السيد هذا هاو نبروا عليه فهمتني. وانا باش نقول على شنو هما اللي قالوا. هاو مانيش باش نحل فمي مانيش نحل جلختي. قال لك سيدي عمل المستحيل باش اوغندا ترجع في الطرح لكن المستحيل لم يكن كافي. كاو باي قوس وسكرناه باش ما نزلوش عليه. عيب سايب علينا. هاي المهم لما كان جاء هو كان جينا رابحين واحد شيء وماركيو بونتو التعادل. معلم تولي حديث اخر. تولي حديث اخر مال. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. جميله تونس وجميل هو اداؤها. السيد هاكا فهمتني عاشوري فهمتني نبروا عليه فهمتني دخلوا فيه ركبك المحللين وخاصه كذاك البرهومي فهمتني. قال لك السيد ضعيف ماهوش منضبط وكذا ودرا شنو. ومره اللي فاتت شفناه يلعب على اليمين مشى وحده من راسه على اليسار وبعث فهمتني كلام لونتونور يشيط وكذا. هاكا ماركالك زوج بونطوات سافا هكا. هاي برا خويا فهمتني هز سروالك وبرا مشي يلعب بعيد برا خيما نقول كلمه زايده. هاي سيدي لحظات قبل الكارثة. اسمع جندي الخفاء اللي تلقاه موجود هجوميا دفاعيا تلقاه في زيادة عددية على الظهير الأيمن يعاون يفكر الكرة يمشي يدخل باش يعمل هذاك دونك انت هو اللي تسبلنا في البونت معناها. باهي خليني ساكت جا بيزي علولو اسكت ما تكلمش. سايب علينا خويا فهمتي ما تخرج حتى كلمه. كوميم واحد تو ناكل السب في التعليقات هاني ساكت كاو. هاي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. شنو قال مدرب اوغندا؟ قال لك ما فهمتش علاش قدرنا المنتخب التونسي اكثر من اللازم. معناها خافوا منا اكثر من اللازم ولا ما فهمتش انا شنو التصريح هذا. تو انت خاسر وتطلع تقول ما فهمتش علاش قدرنا المنتخب. قدرنا معناها عطيناه قيمه كبيره. اي الكلمه دي تتقال بابا وقت اللي تبدا رابح. شنو هي الحكايه هذه؟ شبيك انت امورك سافا عامل كعبات بيره ولا شنو حكايتك ولا فهمتني متكيف ولا شنو حكايتك بالضبط؟ شنو هي التصريح هذا؟ ما فهمتش علاش قدرنا المنتخب التونسي اكثر من اللازم. معناها الكلمه ذي نتاع واحد انسان ربح وكان خايف من المنتخب التونسي خايف لا يخسر. يا اخي ربحوا يا اخي طلع قال التصريح هذا. السيد انت خاسر 3-1 وجاي يقول ما فهمتش علاش قدرنا المنتخب التونسي اكثر من اللازم. برا خويا دخلني انا في حيط معاك. باهي نشوف الخبر الاخير. في تونس هكا احنا تربينا اللي في يدينا مش لينا. ربي يعطينا على قد قلوبنا ويديم نعمه بلادنا علينا. تحيا تونس.
شوف كيفاش فهمتني. او بعديك انا حاول الكبابط نتاعهم واعطاوهم فهمتني الوليدات الصغار شتات تصب عليهم فهمتني. انا برجوليا ندوم المنظمين علاش يخرجوا في الصغار هكاك، مش لازم اخويا، مش لازم يقفوا حتى فهمتني وقت النشيد الوطني. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. مبروك المنتخب الوطني التونسي، شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم ان شاء الله فيديوهات الجاي. وراني بالمرصاد للمحللين التوانسة، يا انا يا انتوما، سكرتوا لي شان الاولى هاني حليت لكم شان اخرى، والله العظيم في جرتكم، والله مش كي تسكروا لي مليون الف شان. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.